بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الأعزاء أعزكم الله، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل كوكيز بالشوكولاتة، طعمه جميل وخفيف، ومع كوباية شاي أو كوباية لبن، فطار حلو قوي. معايا بيضة ومعايا نص كوباية سكر بودر، لازم يكون سكر بودر. وطبعا عادي المضرب اليدوي، هخفقهم كويس جدا جدا. كمان معايا ورقة فانيليا، ومعايا ربع كوباية زيت كبيرة أو نص كوباية زيت صغيرة. طبعا كلهم على بعض قلبتهم كويس. ودول 2 معلقة نشا كبيرة برضو معاهم. وطبعا أهم حاجة إن احنا نمزج كل المكونات دي في بعض. ودي معلقة من الكاكاو الخام. طبعا انا نزلت بيها على الخليط زي ما حضراتكم شايفين. مزجتها قلبتها كويس جدا عشان ما يبقاش فيها اي رواسب ولا حبيبات. وطبعا عندي الدقيق بالطلب، انا هحط الاول كمية قليلة واقلب. لو احتجت تاني، وبالفعل انا هحتاج تاني شوية تاني، بحيث ان انا اخد القوام اللي انا اوصل له انا طبعا عايزاه. ودي طبعا معلقة بيكنج باودر، على اساس ان الكوكيز يبقى معايا خفيف وفيه خفة كده، واحنا بناكله يبقى طعمه جميل. كده طبعا الدقيق حضراتكم شايفين برضو قليل، انا لسه ما وصلتش للقوام اللي انا محتاجاه. فكده انا قلبت البودر طبعا شوية دقيق صغيرين، وكده هحتاج دقيق تاني، فانا هكمل برضو بباقي الدقيق. وطبعا هقلب اهم حاجة عنصر التقليب معايا، على اساس ان كل حبيبات الدقيق تمتزج في الخليط. وهنا القوام اللي انا وصلت له هو ده اللي انا محتاجاه. طبعا اخدته بالشكل ده، طبعا عملت له شكل كده. وطبعا هاخدهم كلهم كور واطبعهم. هو في بصامة عامة، بس طبعا الموجود معايا انا بتعامل بيه. فانا خدت الشكل ده، وطبعا كل الخليط معايا بالشكل اللي حضراتكم شفتوه كده، في صينية مدهونة دهنة خفيفة زيت. وطبعا الفرن سخن على درجة حرارة 170. وطبعا استووا معايا على الشبكة بالشكل ده. واي صوص عندك، ممكن صوص شوكولاتة، ده صوص فراولة، انا حبيت صوص الفراولة لانه طعمه جميل برضو، لان هي العجينة فيها شوكولاتة وكده، جميل جدا. حاجة بسيطة جدا، مش مكلفة في البيت، وحلوة للاولاد، والف هنا وشفا يا رب.